تعالوا بقى نعمل الرز. لما يستدعوني يقولوا لي تعالي اعملي الرز وانا مش عايزين نعمل حاجه غير الرز، تعالوا نشوف هنعمله ازاي. هنعمله النهارده الرز المسوس بطريقه سهله وبسيطه، ويلا بينا نشوف هنعمله ازاي. يلا بينا نعمل الرز المسوس والرز المفلفل بطريقه سهله وبسيطه، نشوف هنعمله ازاي. اول حاجه بقى هجيب عيار الرز. الرز بيبقى نص البرام كده، انتوا شايفين كده. بنملى الرز على ايه؟ عيار الرز بيبقى نص البرام، ما تمليش الرز على الاخر يعني عشان تعملي الرز، لان الرز بيزيد. فبنملى الرز نص الايه البرام. هنبدا نغسل كميه الرز اللي هنعملها دي زي ما انتوا شايفين كده، هحطها تتغسل ونشوف هنعمله ازاي بقى. بعد ما غسلت الرز بقى هبدا احطه في البرايم. قلت لكم ان الرز بنحطوه في نص ايه، يعني يملى نص البرايم عشان الرز بيزيد، فاحنا عشان يبقى يطيب كويس لازم تحطي الرز ايه نص البرايم. هبدا احط الرز في البرايم كده زي ما انتم شايفين كده، هعبي كل البرايم وارجع لكم تاني. خلاص كده كنت حطيت الرز. هبدا بقى اجيب اللبن. الرز المدسوس هنعمله بلبن. خلاص مش لازم تعملي لبن خالص، احنا هنستخدمه لبن وميه. انا هعمل رز مدسوس وهعمل رز مفلفل. دي لحمه كده نص طياب. احنا ساعات بنعمل الرز المفلفل بلحمه نيه، بس اللحمه لازم تكون لحمه صغيره. لما تكون اللحمه كبيره بنديها نص سلقه كده، بحيث ان هي تاخد نص سلقه، ما بتكونش طيبه خالص، تبقى نص طياب. وبعد كده نحطها كده في الرز ونخلي الرز كده يغطي اللحمه زي ما انتم شايفين كده اهو. بخلي الرز يغطي اللحمه، وبعد كده هحط الفلفل، وبعد كده هحط اللبن زي ما انتم شايفين كده اهو. هجيب اللبن احطه بقى. اللبن ممكن تكوني مسخنه الاول عشان تسرعي من طيابه في الفرن. لو ما سخنتوش عادي يعني، بس هو بياخد وقت اطول شويه. لو انت عايزه تستعجلي يعني حطيه ساخن، بس انا هنا حطيته ساقع. هبدا احط ميه كمان، يعني هستخدم ميه على اللبن زي ما قلت لكم كده. مش بحمله بلبن خالص، لا يعني بغلط لبن على ميه، بيديله طعم حلو، بيخلي الرز حلو يعني. اهم حاجه ان اللبن يكون نص الميه، ما يقلش عن كده. هزود ميه كده زي ما انتم شايفين كده. عودي نفسك وانتي بتعملي اي عمل تذكري الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. قولي سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله، نستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم ونتوب اليه. خلاص كده عملت الرز اهو. المهم ان الميه تغطي الرز، لازم تكون مغطيه كويس قوي. احنا في الرز المصري بنحط الميه ضعف الرز. خلاص كده اهو اتاكدت ان الميه حطيتها كده مغطيه الرز كله، وزودت شويه في الميه بتاعه البراميل الرز مفلفل. هحط بقى الفلفل. عشان تعملي رز مفلفل ويطلع معاكي مفلفل وحلو، اعملي الفلفل يبقى يعني ما يكونش عليه ملح زي ما انتم شايفين كده اهو. حطيت معلقه كبيره كده من الفلفل زي ما انتم شايفين كده، وهبدا اقلبها كده في الرز. وبعد كده بقى احط الملح. هقلب بقى الفلفل كده زي ما انتم شايفين عشان اتاكد ان كله وصل عنده الفلفل، بحيث انه يبقى كويس. وبعد كده احط الملح، واكون مسخنه الفرن كويس قبل ما احطه. واول ما بحط الرز بحطه على الشوايه، بشغل الشوايه وبحطه على الشوايه عشان يعمل وش كده حلو. ده لو انتي بتعمليه في فرن بوتاجاز، اما بقى لو فرن غاز يعني فاحنا عادي بنولع من فوق وتحت عادي. باول حاجه باول ما بياخد الوش بروح منزلاه على الجزء اللي تحت بقى، واسيبه يطيب على نار هاديه. بياخد زي نص ساعه كده في الفرن ويطيب تمام. هحطه بقى في الفرن واوريلكم بعد ما يطلع ان شاء الله. بصوا كده حطيته اهو، حطيته فوق اهو على الرف اللي فوق على الشوايه كده عشان ياخد وش. اول ما ياخد وش هطلعه يكون اتشرب كده. احط له ايه سمنه. حطيت له السمنه، بحط له سمنه وزيت عشان الزيت كمان بيخلي الرز يفرفر. يعني هنا حطيت له سمنه بلدي اهي، حطيت زي معلقه سمنه كده، وحط له شويه زيت كده برضو عشان الزيت بيخلي الرز يتفرفر كده زي ما انتم شايفين كده اهو. اهو هو ده شكل الاكل بعد ما طلع. ما شاء الله الاكل كان جميل، تسلم ايديهم. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم. لو عجبكم بقى متنسوش تحطوا لنا لايك وشير سبسكرايب، ادعمونا عشان يوصلكم كل جديد.